قطاع زيه بمصر مصري مش موجود. ايه رايك في قطاعات اي جي ماس؟ قطاعات محترمة جدا، يعني اشتغلنا الحمد لله نحن تقريبا كل القطاعات يجي ماس جميلة جدا. الألمنيوم بتاعتها بيور 100%، بضايعها دايما متوفرة، دي حاجة مهمة جدا، ودايما عندهم تطوير تحسين بالمنتجات، خدمة ممتازة. سلام 18 سليم 18 تحفة، حاجة تحفة. يعني هو السمك بتاعه 18 ميلي، يعني نقل المطابخ الألمونيا لحتى تانية. بقى مطبخ الألمونيا شكله زي مطبخ الخشب، حتى ممكن يعني لو ركب عليه درف الخشب بس من جوه ألمونيا بيبقى شكله كأنه مطبخ خشب. دي ميزة جدا جدا جميلة القطاع ال 18. اي 105 اي 105 ده يعني صراحة قطاع عالمي، قطاع زيه بمصر مصري مش موجود. يعني ده بينافس قطاعات عالمية، يعني احنا بنشتغل قطاعات مستوردة كتير، هو بينافس قطاعات مستوردة. قطاعات محلية ما فيش قطاع بينافسه. كميزات مثلا في ميزة انه بيركب بالحل فرش من جوه الحل، ده ما فيش ولا قطاع مصري في الميزة دي. بيمشي على تراك ستانليس، في قطاعات دلوقتي بتمشي على تراكات ستانليس، مش نفس الأحكام بتاع قطاع اي جي ماس اي 105. اي 47 اي 47 قطاع برضو جيد جدا، نستعمله نحن للابواب المفصليه، برضو قطاع الاحكام بتاعه جميل جدا. اي 3 سبعات اي 3 سبعات هلا نحن بنستعمله، برضو قطاع كويس جدا، وبرضو يعني انا اللي بستعمله يعني بحب استعمل مثلا كل القطاعات اللي فيها تراك ستانليس. برضو في منه بتراك ستانليس انا بستعمله مثلا لو في عندي شبابيك لحد مثلا 2 متر، ارتفاع 2 متر، ده عادي جدا والحركه بتاعته جميله جدا. اي 37 اي 37 قطاع اي 37 نحن بنستعمله بشبابيك حمامات، شبابيك المفصليه الصغيره، برضه جميله جدا يعني بالحاجات دي.